خلينا متفقين ان مصر دايما بتطلع حراس مرمى كويسين وموهوبين جدا، لكن في منهم اللي بياخد فرصه وفي منهم اللي ما بياخدش نص فرصه حتى. لكن لو جيت قلت لك ان في حارس مصري طوله 2 متر احترف في انجلترا تحديدا في مانشستر سيتي وفي اسبانيا وبيعرف يلعب برجل كويس جدا وترابيزات بلياردو وبينج، كل ده مش خيال، لا دي حقيقه. وعشان كده انا جاي النهارده احكي لك حكايه كابتن سيف فتحي، اكتر حارس حظ وحش شفته في حياتي. بس قبل ما نبدا شيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك ويلا بينا نبدا. سيف بدأ حياته في ناشئين بتروجيت، وبعد سنتين من ناشئين بتروجيت تحديدا سنة 2011 حصلت ثورة 25 يناير والكورة في مصر وقفت، فسيف قرر انه يسافر بره مصر، وده كان دايما حلمه انه يبقى اول حارس مصري يحترف في اوروبا او في الدوريات الخمسة الكبرى عموما. وبعد الثورة سيف سافر على انجلترا على صاحب والده يعرف اكاديمية كورة هناك كانت هتضم سيف، وسيف فعلا سافر بعد ما ضغط على والده عشان يقبل انه يسافر. لكن سيف اول لما بيوصل انجلترا بيتصدم، والاكاديمية اللي راح عليها بعيدة كل البعد على انها تكون بروفيشنال او يقدر يطور من نفسه حتى فيها، ودي كانت مشكله كبيره وصدمه، لان سيف كان واخد فيزا 6 اسابيع بس، والدنيا حرفيا بتديله ظهرها، لان دي يعتبر الفرصه الوحيده اللي يقدر سيف يحترف فيها. سيف بذل قصارى جهده في انه يلاقي نادي يختبره، وحرفيا لف على انديه البريمير ليج كلها والانديه اللي في الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه في المناطق اللي حواليه يعني، لكنهم كلهم رفضوا عشان هي الدنيا ما بتمشيش هناك كده، فاهم يعني؟ لازم تكون جاي من سكاوتر او معاك ايجنت، يعني حد مرشحك للنادي، فاهم؟ ما ينفعش تروح انت تقول لهم عايزكم تختبروني. حتى وكلاء اللاعبين ولا واحد منهم رد على سيف، فحرفيا نسبه ان سيف يلاقي نادي ما تعديش ال1%، لكن سبحان الله يا اخي ال1% هو اللي بيتحقق المره دي، وسيف مش بس بيلاقي نادي يلعب فيه، لا ده بينتقل للسيتي. سيتي ايه وازاي يا عم؟ طيب ايه اللي انت بتقوله ده يا عم مهدي؟ انت هتهبد؟ ده حصل ازاي طيب يا مهدي؟ يعني اشرح لنا. هقول لك يا سيدي، بس حط لايك واعمل سبسكرايب وخد شفطه شاي او قهوه، فاهم؟ بص يا سيدي، سيف كان على بوابه احد الانديه، كان بيتكلم مع بتاع الامن، بيتحايل عليه انه يكلم حد حتى من النادي ولكنه رفض. لكن زي ما تقول كده سيف صعب عليه، ما هو طبيعي ولد سنه ما يتعداش ال 16 سنه لوحده في انجلترا. وبالفعل ضابط الامن بيدي سيف نمره وايميل مدرب حراس مرمى، والمدرب ده كان مدرب حراس مرمى نادي ويست هام بيلي. وبيلي ده عامه راجل مشهور، يعني كان بيدرب في ليفربول ومنتخب انجلترا للشباب. وسيف فضل يبعت لبيلي كتير لكنه ما كانش بيرد خالص، لكن سيف ما كانش قدامه امل غيره، ففضل يبعت له لحد ما بيلي رد وقال له انا بعيد عنك 5 ساعات ومش هقدر اشوفك وصعب ان انت تجيلي. فسيف قال له بص انا اقدر اجيلك في اي حته سواء 5 ساعات او اكتر، بس تختبرني بس، ولو انا كويس تساعدني ان اروح نادي العب فيه. فبيلي برضه تعاطف مع سيف واداله عنوان يجيله عليه وقال له اشوفك التمرينه، لو انت كويس هساعدك انك تروح نادي. المهم سيف فعلا سافر له، وبيلي استغرب لانه كانش يتوقع ان سيف يسافر، وفعلا بيلي بيختبره وبيشوف ان عنده امكانيات لكن مستواه ما يأهلوش انه يلعب في انجلترا، ولكنه كان معجب جدا بمجهود سيف اللي عمله عشان يسافر له. المهم بيلي ده كان كل سنه بيعمل معسكر بيختار فيه مواهب حراس مرمى في العالم سنهم صغير. سيف كان ناقصه حاجات كتير زي انه يلعب برجليه كويس والقوه الجسديه، فبيلي ضمه للمعسكر عشان اعجب باجتهاده. بعدها سيف رجع مصر وبيلي بعت له دعوه عشان ينضم للمعسكر، ودي حاجه بتخليه يروح عادي. وسيف فعلا سافر له وفضل يتمرن كل يوم صبح وليل لمده اكتر من 3 شهور لحد ما مستواه اهله انه يلعب في انجلترا. حارس طويل 2 متر عنده امكانيات وبقى بيعرف يلعب برجليه وقوي بدنيا، وحتى بعد التمرين سيف كان بيتمرن لوحده عشان يطور اللعب برجله لمده 3-4 ساعات عادي. وراح بيلي مودي سيف على اختبار في نادي ميدلسبرا. هتقول لي يا مهدي ايه اللي جاب السيتي لميدلسبرا؟ هقول لك يا عم اتقل بقى. للصدفه البحته نادي مانشستر سيتي تحت 18 سنه الحارس الاساسي والاحتياطي اتصابوا، وكانوا محتاجين حارس مرمى يتمرن في الفتره اللي الحراس دول مصابين فيها، وكان في حد من سكاوتنج السيتي كان بيشوف ماتش ودي لميدلسبرا، وسيف كان اساسي في الماتش ده. لكن السكاوتر ده اصلا ما كانش راح يتابع سيف، كان راح يتابع لعيب تاني. لكن سيف عمل ماتش جامد قوي، وللصدفه الحلوه سكاوتر السيتي سالوا بيلي لو يقدر يجيب لهم حارس كويس. بيلي رشح لهم سيف، وبعد ما سيف كان خلاص هيمضي لميدلسبرا بيلي قال لسيف دي فرصه عمرك وهتروح نادي مانشستر سيتي. سيف في الاول افتكره بيهزر، لكنه قال له بكره الصبح تكون في مانشستر سيتي هتتمرن معاهم اسبوعين تحت الاختبار. وفعلا سيف استغلها كويس جدا وفضل يتمرن بشكل جامد قوي وكان بيموت نفسه حرفيا. وبعد 3 اسابيع مضوا فعلا سيف، وسيف قعد معاهم كمان لحد ما تم 18 سنه. طبعا الدنيا حلوه، حارس مرمى عنده 18 سنه حارس لناشئين السيتي وهيبقى في الفريق الاول، فما فيش احسن من كده. لكن للاسف تاتي الرياح بما لا يشتهي السفن، لان لازم بعد سن ال 18 يطلع لك تصريح عمل عشان تعرف تلعب لو انت محترف يعني في الدوري الانجليزي او في دوريات اوروبا عموما. طيب ايه هي شروط تصريح العمل يا مهدي؟ ان يكون لاعب على الاقل 75% من الماتشات الدوليه او بتلعب في اوروبا لمده 2 سنين. فسيف لما عرف كده حاول يتواصل مع المنتخب في الفئه السنيه بتاعته، لكن لحظه الوحش منتخب مصر اللي في فئته السنيه كان
طلع من البطوله اصلا. ولكن كان في منتخب الكابتن ربيع ياسين، المنتخب ده كانت فئه سنيه اكبر من سيف، الجيل ده بقى اللي كان فيه مسعد عوض وكهربا. فسيف فضل يبعت لمدرب حراس المرمى ساعتها وهو ما كانش مهتم في الاول، لكنه رد عليه وقال له تعالى المعسكر بتاعنا نشوفك، لو انت كويس ومستواك يأهلك ممكن نضمك وتبقى موجود عشان تحقق النسبه المطلوبه وتمضي مع النادي. المهم سيف راح المنتخب، ولكن مدرب حراس المرمى ساعتها شاف ان سيف سنه صغير اصغر من المرحله دي، فجاب مدرب حراس مرمى بتاع الاهلي بتاع فئته العمريه، وسيف كل ده ما كانش يعرف. لكن بعد التدريب سيف سأل له ايه الدنيا، قال له والله هو صعب عشان خاطر احنا طالعين بطوله افريقيا وانا خلاص مستقر على الحراس اللي هيسافروا معايا، وانت كويس وسنك صغير لكن في حد عايز يكلمك، وده كان مدرب حراس الاهلي. وبالفعل مدرب حراس مرمى الاهلي ساعتها كلم سيف وقال له احنا عايزينك معانا وانت موهوب، لكن سيف كان تفكيره كله في مانشستر سيتي والاحتراف. فسيف كلم الناس في نادي مانشستر سيتي ان الموضوع النسبه الدوليه ده فشل وما نفعش، فهم قالوا له طيب هنشوف الحل التاني، وجابوا له نادي في المجر قوي بيشت المجري، وده النادي اللي الاهلي بعت جراديشار اعاره فيه، وده من اكبر انديه المجر عامه. وسيف راح مضى مع فريق ال 21 سنه مش ال 18 حتى، وده دليل على موهبته الكبيره. وبالفعل سيف راح النادي ومضى، لكن سيف لقى الدنيا مش زي انجلترا خالص، وانه يعتبر الدوري المجري بنفس قوه الدوري المصري مفيش فرق كبير. وسيف بيعمل اكبر غلطه في مسيرته، وهو انه بعد 6 شهور في وكيل لاعبين كبير جدا في مصر كلمه وقال له يا ابني انت ايه اللي دفنك في المجر، انت ترجع مصر وهمضيك في الزمالك وهتبقى في الفريق الاول وممكن ترجع لانجلترا وهتبقى في المنتخب وممكن اوديك اسبانيا او سويسرا وفلوس كويسه، يعني زي ما تقول كده فرش له الارض ورد واحلام ورديه وفاهم الدنيا حلاوه بالقشطه خالص. فسيف قال لهم في المجر ابويا عايز اعيش فينه، وفسخ عقده وسابهم ونزل مصر. الكلام ده كله كان في يناير، وسيف رجع مصر يوم 20 يناير، وفعلا وكيله وداه على الزمالك، وسيف كان بيتمرن مع الناشئين، لكن قالوا له ده بشكل مؤقت لحد ما نأيدك وهتتمرن مع الفريق الاول. كل ده وسيف عنده 19 سنه، وعدى 9 ايام وما حصلش اي جديد، لكنهم قالوا له بكره اخر يوم في القيد هنأيدك خلاص ونبعت ورقك لاتحاد الكوره. لكن حصلت كارثه اللي غيرت مسيره سيف 180 درجه. في الفتره دي وكيل سيف هو نفسه كان وكيل مؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. وفي الوقت ده رئيس مجلس اداره نادي الزمالك كان هو المتحكم في كل شيء، طبعا احنا عارفين مين يعني بس مش هذكر اسمه. طبعا هو كان يعني انت فاهم هو المسؤول عن الناشئين والفريق الاول وكل الالعاب الرياضيه في النادي. فطبعا بعد انتقال كابتن مؤمن زكريا للاهلي رئيس الزمالك كان مانع التعامل مع وكيل مؤمن زكريا اللي هو وكيل كابتن سيف، وسيف كل ده ما كانش يعرف، فكان فاضل مكان واحد للقيد في الزمالك. الزمالك كان رافض يتعامل مع الوكيل ده اصلا، وفي نفس الوقت عايز يأيد باك شمال من الناشئين، وبالفعل أيده. وسيف حاول يقابل رئيس نادي الزمالك لكنه فشل خالص ما قدرش يقابله. وسيف عامة قطاع الناشئين كله كان عايزه في النادي، بحيث انه فارق عن اي حارس مرمى في جيله او حتى اللي اكبر منه، يعني الراجل متأسس في انجلترا فدي كفايه يعني، وكان من ناشئين مانشستر سيتي، فهم مش هيجيبوا اي لعيب يلعبهم عندهم يعني، فطبيعي يكون فارق. اخر يوم في القيد سيف بدون نادي والحالة صعبة، كل الفرق قفلت قوائمها ومفيش مجر مفيش اوروبا ولا زمالك حتى، لحد ما سبحان الله النادي الاسيوطي ظهر فجأة لان كان عنده مكان فاضي وايد سيف. لكن الفريق كان في المركز الاخير اصلا، الكلام ده كان في موسم 2014 2015 والفريق هبط للدرجه الثانيه. فسيف قال بينه وبين نفسه درجه ثانيه ايه اللي العبها، يعني انا اقل حاجه هلعبها دوري ممتاز. وحقه بصراحه، تخيل بعد ما كنت في مانشستر سيتي دلوقتي في درجه ثانيه مع الاسيوطي مع احترامي ليهم يعني. وطلب منهم انه يمشي لكنهم رفضوا وقعدوا يقولوا له انت المستقبل وانت الاستثمار وانت استثنائي مش زي الباقي، فاهم والكلام ده من الاخر يعني عشان ايه استثمار يكسبوا فلوس. وبالفعل سيف لعب معاهم سنتين درجه ثانيه، ما شاركش في ماتشات كتير بسبب انه زي اي مدرب مصري بيقول لك انت حارس صغير في السن العبك ليه، انت لعيب لسه ما كملتش ال 25 سنه انت لسه ناشئ. وفي موسم 17 18 صعدوا للدوري الممتاز تاني، وبعد ما صعدوا الدوري الممتاز زي اي نادي مصري بروفيشنال طبعا يعني بعد ما بيصعد للممتاز راحوا سرحوا كل اللعيبه وما جددوش عقد سيف عشان كانوا عايزين يجددوا له مبلغ صغير، لكن سيف رفض. والفتره دي اللي بعدها الكابتن علي ماهر مسك فيها الفريق. لو ما شفتش حاجه الكابتن علي ماهر تقدر تشوفها وتيجي تكمل الحلقه او تكمل الحلقه دي وبعدين تروح تشوف حلقه الكابتن علي ماهر انت وذوقك يعني. بعدها سيف بينتقل لحرس الحدود في الدرجه الثانيه وبيقدر يصعد معاهم للممتاز، بس برضه زي اي فريق مصري سرحوا الفرقه كلها. فسيف حرفيا حس انه في لوب او في فيلم الف مبروك حرفيا، وسنين بتعدي على الفاضي واكيد الغربه هتنسيه. وكان ساعتها عنده 22 سنة وفضل يدور على فريق عشان يسافر تاني لأوروبا، وحتى لما تواصل مع الناس اللي يعرفهم في انجلترا الموضوع كان صعب لأن مستوى سيف اتغير أكيد، والمستوى ما عادش زي ما كان. 4 سنين يا راجل راحوا على الفاضي يعني بسبب الدوري المصري. وحتى في مصر الدنيا كانت مقفلة مع سيف لدرجة إنه فكر إنه يبطل كورة أصلا، ودي من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي لاعب كورة. تخيل بقى وأنت عندك 22 سنة ما عندكش الخبرة الكافية، إحساسك هيكون إيه ساعتها؟
لكن في صدفه غريبه سيف بيقرا على النت ان في وكيل اسباني جاي يشوف لعيبه في مصر، فسيف قال طيب مع السي في بتاعي وطولي وامكانياتي وده راجل بيفهم اكيد مش هفوت الفرصه دي. فسيف راح لقى في 600 واحد يعتبر، وفي ناس كتير شافت المنظر ده بدات تمشي، يعني بيقولوا مستحيل يعني حد يشوفنا هنا. لكن سيف صبر وربنا عوض سيف خير. سيف لعب ربع ساعه بس لكنه عمل كل حاجه حرفيا، يعني صد كور ولعب برجله وطلع اوفرات، فربنا كرمه يعني الحمد لله. ولفت نظر الوكيل الاسباني وفعلا اختاروا هو وثلاثه بس من ال 600 انهم يروحوا اسبانيا ويعيشوا فتره معايشه مع نادي درجه ثالثه. طبعا في دماغك السؤال، يعني ايه درجه ثالثه في اسبانيا حلو ودرجه تانية في مصر وحش؟ يا على الانسان يا. احب اقول لك الدرجه الثالثه الاسباني اقوى من الدوري المصري يعني عامه، يعني على الاقل فيه منافسه ومش هبد. الدوري ده فيه برشلونه بي، يعني اللمسيه، في الكاستيا او ريال مدريد بي، في اتلتيكو مدريد بي، في ريال بيتيس، في فاهم كل فرق الليجا اللي هي الممتاز عادي في منها بي. طب هتقول لي طب طالما هم جامدين كده ليه مش في الدرجه الثانيه يعني او في الليجا؟ هقول لك عشان ممنوع الفريق الاول والفريق ده يبقوا في نفس الدرجه، لكنهم عادي بيكونوا في درجات مختلفه، وكنت ذكرت الموضوع ده في حلقه مدربين مصريين في اوروبا. المهم الفيزا بتاعت سيف واللعيبه اللي معاه اترفضت، فاللعيبه يئسوا وقالوا خلاص مش مكتوب لنا. لكن سيف حاول تاني وخد فيزا سياحي من البرتغال، وبالفعل سافر اسبانيا. واي البرتغال واسبانيا ايه يعني فاهم، ده هي اوضه وصاله. سيف نزل اختبار مع النادي ومستواه عجب النادي جدا جدا، لكن الحلو ما بيكملش والفيزا بتخلص وسيف بيرجع مصر تاني، والنادي ما عادش مهتم بسيف. لكن هو اتعرف على وكيل هناك جاب له عرض من نادي درجه ثالثه تاني، وبالفعل سيف بيمضي مع نادي سيدي لغرانخا وعمل موسم كويس معاهم. والموسم اللي بعده انتقل لفريق سانت جوردي وعمل موسم جامد قوي ووصل ان هو يلعب البلاي اوف عشان يصعدوا للدوري الدرجه الثانيه، لكنهم فشلوا يعني طبيعي يعني عادي الدنيا مكسب وخساره. وفي 2020 بتيجي كورونا، وكان في الفتره دي سيف كان عنده عروض من الدرجه الثانيه، وسيف قعد 7 شهور مش عارف مصيره. النادي بطل يبعت له فلوس وبيصرف كله من جيبه، والايجار بيغلى والاكل. وانديه اسبانيا عامه معظمهم بيعتمدوا على تذاكر الماتشات والجمهور، فبسبب كورونا الانديه مش عارفه تدفع حاجه. فسيف وصل لمرحله ان فلوسه بتخلص والدنيا خلاص بتأزم معاه، فاضطر انه يرجع مصر تاني على امل انه يرجع اسبانيا تاني بعد الكورونا، لكن ما بيحصلش اي جديد والنادي معهوش فلوس، فسيف اضطر انه يلعب في مصر تاني. طبعا كالعاده الوكلاء اشتغلوا على سيف، اللي هو هوديك دوري ممتاز وهتلعب وهتروح المنتخب. المهم بعد ما كذا وكيل عرض سيف على انديه الممتاز، اسمع ردود الانديه كانت ايه. يشوف الفيديو يقولوا ايه ده الحارس الجامد ده، طب ثانيه هو لو جامد كده يا عم ايه اللي هيخليه يلعب في الدوري الممتاز ويسيب اوروبا؟ لا 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 مش هناخده. طيب ما تشوفه في الملعب. لا لا لا. طيب الغتاتة دي يا ابني يعني؟ طيب بقى يعني بقول لك شوفه في الملعب، بقول لك مش فاضي. عارف يعني عم ايوب في فيلم بلبل حيران؟ هو بالظبط. بص بقى ايه لما يحبوا يعملوا اذكياء قعدوا يقولوا اكيد في حاجه غلط يعني فاهم، يعني اكيد مصاب، اكيد في مشكله يعني فاهم. وده مش نادي واحد اللي قال كده، ده كذا نادي، فواضح ان الذكاء مشترك. طيب في حاجه اسمها كشف طبي تم اختراعها كده فاهم عشان يكشفوا على اللعيب، يشوفوه هل هو في عنده اصابات مزمنه، هل عنده اصابه اصلا فاهم، هل هو حارس مرمى يعني يعني انت فاهم الكشف الطبي فاهم ده دي وظيفته. وفي حاجه اسمها انك تسال على اللعيب في اتحاد الكوره، واتحاد الكوره يسال الفيفا، يعني هل يشوفوا موقفه هل هو يعني سليم بدون نادي ولا هو يعني هربان من نادي. لا لا اكيد في حاجه غلط. فما جاش في دماغهم انه بسبب كورونا رجع مصر تاني، لا هو اكيد في حاجه غلط. فسيف بص في الدرجه التانيه بقى، ومين اللي كانوا عارفينه ساعتها؟ الاسيوطي اللي عملوا نادي وسموه لافيينا، وكانوا في درجه ثالثه ساعتها. وبالفعل سيف انضم لهم لمده 3 شهور، دي الفتره اللي كانت متبقيه في الدوري، وكده كده احنا هنصعد فاهم، وبعد 3 شهور شوف براحتك بقى انت عايز تكمل ولا لا. وبالفعل قعد معاهم بالظبط شهر، عمل البطاقه الدوليه جت كان الدوري خلص اصلا، لان الدوريات الدرجه الثانيه والثالثه بتخلص بدري عن الممتاز طبعا، لان الاستاذ المهندس فرج عامر فاهم يعني ربنا يديله الصحه بقى. المهم الفريق صعد للدرجه الثانيه، وكالعاده جابوا مدرب جديد قال لك ده حارس ما لعبش واحنا عايزين ننافس. وبعدها سيف انتقل لتليفونات بني سويف ولعب معاهم موسم جامد قوي قوي، ولكن الامكانيات كانت صعبه جدا في النادي. وساعتها كان كابتن عيد مرزيق لفت انتباهه سيف، وبالفعل ضموا للفريق كيما اسوان. وسيف راح فعلا، لكن شوفوا الكوميديا السوداء، اداري كيما اسوان ما ايدش اللعيبه الجديده وما ايدش غير 13 لعيب بس. فسيف قعد من شهر 9 لشهر 1 من غير تمرين ولا فلوس. وسيف اتأيد برضه شهر ونص عشان زي ما قلت لك الدوري بيخلص في شهر 2. المهم بعدها سيف بيجي له عرض من نادي الو ايجيبت اللي هو نادي جي حاليا بتاع شيكابالا، وبالفعل سيف لعب معاهم موسم قوي قوي. وسيف جاله عروض كتير من الدرجه الثانيه زي بروكسي وديلفي، لكن النادي رفض ان سيف يمشي عشان كانوا عايزين بمبلغ كبير قوي يعني، وعشان النادي كان بيتباع. وسيف مش عارف مصيره، هل الاداره الجديده هتسيبه يكمل ولا هتبيعه ولا ايه الكلام. لكن الناس الجديده اللي اشترت النادي قالوا احنا مش هنمشي حد من غير ما نشوفه في الملعب. وسيف اتفاجئ ان اللي مسك النادي كان شيكابالا كرئيس مجلس
مجلس اداره ورجل اعمال محمود الجمال هو اللي اشترى النادي، ورفضوا يبيعوا سيف. وبالفعل سيف حاليا مع نادي جي، وكانوا تأهلوا الدور 32 في كاس مصر لكنهم خسروا 1-0 ضد زد. قصة كابتن سيف مش قصة كفاح وإنه يقدر يعاند ويكافح عشان ينجح، لأ ده بيوريك إزاي مواهب قوية بتضيع بسبب الإهمال من المسؤولين. يعني تخيل كابتن سيف ده لو كان تم تقديره التقدير اللي يستحقه، شوف دلوقتي كان زمانه عامل إيه. وفي النهاية أحب أشكر كابتن سيف على مشاركته معانا بقصته، وإنه حب يحكيها. فمتنسوش تعملوا له سبسكرايب على قناته، اللينك في الديسكريبشن، وتعمل لي أنا بقى لايك وسبسكرايب وشير، ولو حابب تعمل لي فولو على الانستجرام وتبعت لي اد على الفيس. ورب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم.